السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب دايما تكونوا محققين كل أحلامكم بإذن الله. هنكمل مع بعض يا أبطال. هنخش النهارده على ليسون 3 هو اسمه كوانتم نمبر. الكوانتم نمبر دوت درس بسيط وجميل وسهل جدا، فحضر كوباية النسكافيه بتاعتك وتعالى يلا بينا. هنبدأ مع بعض الكوانتم نمبر بكل بساطة. الكوانتم نمبر عبارة عن 4 حاجات. بالراحة كده، احنا ماشيين واحدة واحدة كده. الكوانتم نمبر عبارة عن 4 حاجات. أهو كده. كوانتم نمبر عبارة عن 4 حاجات. ماشي يا مستر، ايه هما ال4 حاجات دول؟ قال لك حاجة اسمها ان، وحاجة اسمها ال، وحاجة اسمها ام ال، وحاجة اسمها ام اس. ايه يا مستر التعويذ ديت؟ هات لي من الآخر وقول لي ايه دول. قلت لك ان الان دوت عباره عن حاجه اسمها برنسبل كوانتم نمبر. احنا هنتكلم عن كل حاجه فيهم بالتفصيل، بس انا بعرفك احنا هنتكلم عن ايه بس في اول حصه. الان ده حاجه اسمها برنسبل كوانتم نمبر، يبقى الان ده حاجه اسمها برنسبل كوانتم نمبر. ال ده حاجه اسمها سب سيدينري كوانتم نمبر. الام ال حاجه اسمها ماجنتيك كوانتم نمبر. كوانتم نمبر. طب الام اس دوت حاجه اسمها سبين كوانتم نمبر. سبين كوانتم نمبر. طيب مثلا التعويذ اللي انت عمال تقولها لنا والحاجات اللي انت عمال تقولها لنا دي ايه ديت؟ بكل بساطه احنا هنشبهها بايه؟ بالكترون والكترونه هيتجوزوا وهيروحوا يقعدوا مع بعض في شقه. ممتاز. هيعملوا في الشقه بس لا ما تفهمش غلط، هيروحوا مع بعض هينقوا شقه في عماره. فاحنا هنتكلم عن العماره كام دور، هنتكلم عن كل دور فيه كام شقه، هنتكلم عن كل شقه فيها كام اوضه، وهنتكلم كمان الالكترون نايم ازاي على السرير. فيلا بينا للقصه المشوقه ديت. هنتكلم عن اول حاجه هي البرنسبل كوانتم نمبر ديت. هنتكلم عن اول حاجه هي البرنسبل كوانتم نمبر. يبقى اول حاجه هي البرنسبل كوانتم نمبر اللي هي بنرمز لها بالرمز ايه؟ بالرمز ان. ماشي ممتاز جدا. البرنسبل كوانتم نمبر ديت هي عباره عن هنقول العماره دي فيها كام دور. مع العلم ان البرنسبل كوانتم نمبر دي احنا درسناها مع بور وهتعرفوا دلوقتي. فالبرنسبل كوانتم نمبر دي هنعرف العماره فيها كام دور. فقال لك ان العماره فيها 7 ادوار. فاكرين ايه هم ال7 ادوار؟ اللي هم كي ال ام ان او بي كيو اللي احنا قلناهم مع عمنا بور. فالكلام سهل كله خالص اهو. فهم 7 ادوار كي ال ام ان او بي كيو او كي ال ام ان او بي كيو. ماشي يا مستر، دول 7 ادوار. قال لك ان البرنسبل كوانتم نمبر بتاعهم اللي هو الان، الكي 1 الدور الاول، ال الثاني اللي هو الدور الثاني، ام 3 4 5 6 7. فده كده الادوار. الكي في الدور الاول، ال الدور الثاني، ام ان او بي كيو. ده كده الادوار. فهم 7 ادوار. قالوا لك ممتاز جدا. ماشي. بس قال لك بص، الدور الخامس والسادس والسابع كل ما حد يجي يسكن فيهم بيمشي على طول. فاحنا مش هندرسهم ان هم اسمهم انستيبل. ليه انستيبل؟ كل ما الكترون يجي يسكن فيهم يمشي على طول. كل ما الكترون يجي يسكن في الدور دوت تلاقيه على طول ايه؟ يقوم ماشي. فاحنا مش هندرس اخر 3 دول. يبقى اخر 3 دول مش هندرسهم ان هو اسمهم unstable energy level. كل ما الكترون يجي فيهم يقوم ماشي تاني على طول. فهم unstable مش مستقرين. فهندرس اول 4 ادوار. هندرس اول 4 ادوار. ممتاز. يبقى هم اول 4 ادوار. جميل جدا يا مستر. يبقى احنا كده العماره بتاعتنا بقت 4 ادوار بس، دور اول ثاني ثالث رابع. احنا بقى عايزين نعرف العماره ديت الدور الاول بيقعد فيه ممكن يقعد فيه كام واحد، الدور الثاني بيقعد فيه كام واحد، الدور الثالث والدور الرابع. الكلام ده كنت انت واخده في اعدادي وفاهمه. فقال لك عشان اعرف الدور ده قاعد فيه كام الكترون هتبع القانون دوت اللي هو 2n باور 2 2n سكوير 2n سكوير. الدور الاول عايز اعرف قاعد فيه كام الكترون. قول يا حبيبي 2n سكوير يبقى 2 ملتبلاي ل 1 باور 2 هتطلع معاك بكام؟ ب 2 الكترون.
يبقى الاول بيقعد فيه ايه اللي هو فيلد ويز بيتملي بكام الكترون؟ الاول بيتملي ب 2 الكترون. جميل جدا. عايز اعرف الثاني بيتملي بكام الكترون. الثاني هيكون 2 تايمز ليه 2 سكوير. 2 سكوير هتكون كام؟ 4 في 2 هتكون 8. يبقى الثاني بيقعد فيه كام الكترون؟ بيقعد فيه 8 الكترون. الثالث يا مستر بيقعد فيه كام الكترون؟ يبقى 2 ملتبلاي ل 3 باور 2 هيطلع معاك ب 18. طب الرابع بيقعد فيه كام الكترون؟ الرابع بيقعد فيه 32 الكترون. يبقى بكل بساطه احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ قلنا العماره فيها 7 ادوار. اخر 3 ادوار انستيبل فمش هندرسهم. يبقى احنا كده عندنا 4 ادوار بس. كي ال ام ان 1 2 3 4. عايز اعرف كل دور فيه كام الكترون. الدور الاول فيه 2 الكترون، الدور الثاني فيه 8 الكترون، الدور الثالث فيه ايه 18 الكترون، الدور الرابع فيه 32 الكترونز. كله جبناه بالقانون دوت اللي هو 2 ان سكوير. بس ما قلناش حاجه، هو ده كده البرنسبل كوانتم نمبر. شفتوا الدنيا سهله ازاي؟ يبقى احنا قلنا ايه في البرنسبل كوانتم نمبر؟ هو عباره عن 7 ادوار بس اخر 3 مش هندرسهم عشان هو انستيبل. يبقى هم 4 ادوار كي ال ام ان. البرنسبل كوانتم نمبر بتاع الاول 1 2 3 4. ممتاز جدا. عايز اعرف هيتملي بكام؟ همشي باللو دوت اللي هو 2 ان سكوير. ده كده البرنسبل كوانتم نمبر بكل بساطه. يبقى احنا كده قلنا هندرس ايه؟ اول حاجه اللي هي البرنسبل كوانتم نمبر كده. ممتاز. فل كده فل. هنخش على اللي بعده. هنخش بقى على تاني حاجه اللي هي سبسيدينري كوانتم نمبر اللي هي ال. يبقى تاني حاجه هنخش عليها اللي هي سبسيدينري كوانتم نمبر اللي هي بنرمز لها بالرمز ال سمول. بالراحه كده. احنا قلنا ان البرنسبل كوانتم نمبر عباره عن 4 ادوار. ممتاز جدا. اللي هم ايه؟ اللي هم 1 2 3 4. قلنا ايه ده؟ 1 2 3 4 ده البرنسبل كوانتم نمبر بتاعه. دلوقتي احنا هندرس في كام شقه في الدور. هنشوف في كام شقه في الدور. طب بالراحه كده. الدور الاول فيه كام شقه تتوقع كده؟ مش اي عماره، الدور الاول هو الارضي بيكون في شقه واحده تحت البوابه. يبقى الدور الاول شقه واحده، الدور الثاني توقع انت شقتين، الدور الثالث 3 شقق، الدور الرابع 4 شقق. شفت الموضوع سهل ازاي؟ يبقى الدور الاول في شقه. الشقق بقى اسمها ايه؟ اسمهم اس بي دي اف. يبقى الشقق اسمهم اس بي دي اف. الشقق اسمهم اس بي دي اف. الدور الاول في كام شقه؟ في شقه واحده اللي هي الاس. الدور الثاني في شقتين اللي هي اس وبي. الدور الثالث في 3 شقق اللي هي اس بي دي. الدور الرابع في 4 شقق اللي هم اس بي دي اف. بس كده. شايفين الدنيا سهله ازاي؟ قال لك بقى بص حاجه كده، في ملحوظه مهمه جدا. قال لك انت عندك اس بي دي اف. دول الشقق، دول اسامي الشقق. انت عندك لما بتطلع اي شقه بتلاقي مثلا الشقه باسم مثلا مستشار محمد حسن وهكذا. فانت اسم الشقه بيكون اس بي دي اف. الشقه اللي في الدور الاول هي الاس، فيها كام اوضه؟ ما فيهاش اوض، بتكون زيرو. شقه البواب ما بيكون ما فيهاش اوض، دي بتكون اوضه واحده اصلا. فاس زيرو، البي ب 1، الدي ب 2، الاف ب 3. يبقى تاني احنا ما قلناش حاجه. قلنا اول حاجه برنسبل كوانتم نمبر وخلصناها. دخلنا على السب سيدينري كوانتم نمبر وقلنا اللي هو عباره عن اس بي دي اف. الاس بزيرو، البي ب1، الدي ب2، الاف ب3. دي عدد الاوض اللي جوه الشقه. قلنا ان الدور الاول فيه شقه واحده، الدور الثاني شقتين، الثالث 3 شقق، الرابع 4 شقق. ممتاز جدا. يبقى انت عندك الدور الاول كده يعتبر ما فيهوش اوض خالص بزيرو. نختار مثلا اللون الاصفر دوت. ماشي. الدور الثاني فيه كام اوضه؟ الدور الثاني الاس ما فيهاش اوض بزيرو والبي ب1. يبقى الدور الثاني فيه بس اوضه واحده بس اللي هي ال بتاعتها. الاولى دي اسمها ال. يبقى ال ب1 في الايه؟ في الانرجي ليفل رقم 2. طب الاس بزيرو، البي ب1، الدي ب2. يبقى دي فيها كام اوضه؟ فيها ايه؟ 3. طب الدور الرابع 0 1 2 3
اللي هي 6. ده كده ال يبقى ال بتاعت الدور الاول او الانرجي اللي فيه الاول بزيرو، الثاني بواحد، الثالث بثلاثه، والرابع ب6. ده كده السب، هو ده كده السبسيدايري كوانتم نمبر بكل بساطه. احنا كده قلنا ايه لحد دلوقتي؟ نعيد التاني الكلام اللي احنا قلناه. احنا قلنا ان انت عندك 4 ادوار بندرسهم، الكي، ال، ام، ان. ده كده ايه؟ عايزين نشوف البرنسبل كوانتم نمبر بتاعهم. ده كده 1 2 3 4. عايزين نشوف ال بتاعتهم، ال اللي هي في كام اوضه في كام اوضه في الدور. احنا قايلين بس الاول في كام شقه؟ الاول في شقه واحده. الاول في شقه واحده، الثاني في شقتين اس وبي، الثالث في 3 شقق اس بي دي، الرابع في 4 شقق اللي هو اس بي دي اف. فعايزين نعرف ال بتاعت الدور الاول بكام؟ ال بتاعت الاول بزيرو، لان قايلين ان الاس بزيرو، البي ب1، الدي ب2، والاف ب3. فالدور الاول ما فيهوش. الدور الثاني الاس بزيرو والبي ب1، يبقى فيه بس ايه؟ ال بتاعته ب1، ال اللي هي السبسيدايري كوانتم نمبر. الدور الثالث الاس بزيرو، البي ب1، الدي ب2، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه 3 ال. الدور الرابع اس بزيرو، بي ب1، دي ب2، اف ب3، يبقى يكون ايه؟ 6 ال. تمام. دلوقتي اعتبروني انا بواب. دلوقتي جالي واحد قال لي انا باشمهندس اس. طب مين الباشمهندس اس؟ ده انا عندي في الادوار 4 اس. انا اعرف منين اللي انت في الدور الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ قال لك عشان نفرق بينهم بنكتب جنبه الدور بتاعه. يعني مثلا اس اللي في الدور الثالث بنكتب جنبه ايه؟ 3 اس، يبقى انا عرفت اللي هو اس اللي في الدور الثالث. ده كده السبسيدايري كوانتم نمبر بكل بساطه. يبقى احنا كده خدنا البرنسبل كوانتم نمبر والسبسيدايري كوانتم نمبر وراجعنا عليهم دلوقتي اهو. نكمل نخش على ثالث حاجه. ثالث حاجه اللي هي بنرمز لها بالرمز ام ان، اللي هي الماجنتيك كوانتم نمبر. كوانتم نمبر بروحها بقى كده في الماجنتيك كوانتم نمبر. الماجنتيك كوانتم نمبر بكل تفاهه، تافه جدا. اللي قال لك الماجنتيك كوانتم نمبر ليه قانون بسيط جدا جدا. ايه هو القانون بتاعه؟ قال لك بص يا معلم، القانون بتاعه من سالب ال ل بس كده خلص الماجنتيك كوانتم نمبر. بجد والله، والله خلص كده. يبقى القانون بتاعه من سالب ال ل يعني انت عندك مثلا، قلت لك مثلا الN رقم 2، عايز اعرف الماجنتيك كوانتم نمبر بتاعتها. انا عارف ان الماجنتيك كوانتم نمبر من ماينس ال ل خد بالك اول حاجه اروح اجيب ال. الدور الثاني ال بتاعته ايه؟ فاكرين الدور الثاني؟ الدور الثاني فيه شقتين اس وبي، فهو يعتبر ال بتاعته بكام؟ بواحد، اللي هي بتاعت البي، والاس ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش ال. ممتاز جدا. يبقى يعتبر كده الماجنتيك كوانتم نمبر بتاع الدور الثاني من ماينس 1 ل 1، اللي هم كام العدد؟ اللي هم سالب 1 و0 و1. ده كده بكل بساطه سالب 0 سالب 1 و0 و1. معنى كده ان الدور الثاني فيه 3 ماجنتيك كوانتم نمبر. في بقى معلومه جدا مهمه في الماجنتيك كوانتم نمبر. احنا قلنا عباره الماجنتيك كوانتم نمبر في اس بي دي اف. الاس قلنا اللي هي بكام؟ ال بتاعتها بكام؟ بزيرو. ممتاز جدا. طب الاس بكام؟ بزيرو. قال لك الزيرو بمربع واحد، الزيرو بمربع واحد. يبقى تاني اي رقم بيتحسب بمربع، الكلام ده هتفهموه دلوقتي. الزيرو بمربع يعني ايه الكلام ده؟ يبقى اس بزيرو يبقى يكون مربع واحد بس. نصغر المربع شويه وغير اللون كمان، يبقى يكون مربع واحد بس. طب البي بكام؟ البي ب1. طب انا هروح اجيب الماجنتيك كوانتم نمبر بتاعتها. الماجنتيك كوانتم نمبر من سالب ال ل ال. طب البي ب1 الماجنتيك كوانتم نمبر من سالب ال
ل L اللي هي من سالب 1 ل 1، ففيها كام رقم؟ من سالب 1 و0 و1، يبقى فيها ايه؟ 3 ارقام ب3 مربعات. 3 ارقام ب3 مربعات، يبقى البي هيكون فيه 3 مربعات عشان فيه 3 ماجنتيك كوانتم نمبر. او اللي في النص هو الزيرو، وهنا ماينس 1 وهنا ال1. في اي صعوبه؟ مفيش اي صعوبه. طب يلا نكمل. الدي قلنا اللي هي بكام؟ ب2، فنروح نجيب الماجنتيك كوانتم نمبر بتاعتها اللي هي من ماينس 2 ل 2. اهي الماجنتيك كوانتم نمبر بتاعتها من ماينس 2 ل 2، فهم يعتبر كام رقم؟ ماينس 2 وماينس 1 و0 و1 و2، يبقى هو كده كام رقم؟ 5. يبقى يكون فيها 5 مربعات. 1 2 3 4 فيها 5 مربعات، دي. طب الاف بقى بكل بساطه، الاف كام؟ الاف ب 3. ممتاز جدا. هنروح نجيب الماجنتيك كوانتم نمبر بتاعتها اللي هي بتكون من ماينس 3 ل 3. طب كده فيها كام رقم؟ فيها ماينس 3 وماينس 2 وماينس 1 و0 و1 و2 و3، يبقى كده فيها قد ايه؟ فيها 7. فيها ايه؟ فيها 7 اوربيتال. فيها ايه 7؟ الاف كده هيكون بكل بساطه فيها ايه؟ فيها 7. 1 2 3 4 5 6. ده كده الاف. يبقى دي كده معلومه مهمه للماجنتيك كوانتم نمبر. دلوقتي احنا خدنا ايه؟ عشان انا حسيتك ان انت تهت. ما تتوهش معايا، احنا ما قلناش حاجه صعبه. بكل بساطه انا هقول لكم ملخص اللي احنا قلناه ده كله. بكل بساطه احنا قلنا عندنا 4 ادوار بندرسهم. 3 4. قلنا ال4 ادوار ده اول حاجه فيهم الان اللي هي برنسبل كوانتم نمبر. البرنسبل كوانتم نمبر قلنا ان الان اول واحده دي ب1، دي ب2، دي ب3 ودي ب4. قلنا البرنسبل كوانتم نمبر عايزين نعرف ان الاوربيتال ده بيتملي بقد ايه، كنا بنعمل قانون اللي هو تي ان باور 2. فهنعمل تي ان باور 2 لدوت، هيطلع لك اول واحد بيتملي ب 2، اول واحد بيتملي ب 2، تاني واحد بيتملي ب 8، تالت واحد بيتملي ب 18، رابع واحد بيتملي ب 32. ده كده كان اول حاجه في حصتنا وكان اسمها برنسبل كوانتم نمبر. بعد كده دخلنا على حاجه ثانيه اسمها سبسيدينري كوانتم نمبر، وهي عباره عن اللي هي اس. قلنا في عندنا اس بي دي اف. قلنا ان دول اسامي الشقه، دول اسامي الشقق اللي موجوده. عايزين نعرف كل شقه فيها كام اوضه، فكنا بنقول بكل بساطه ان الدور الاول في شقه واحده اللي هي الاس، ماشي. الدور الثاني في شقتين اللي هو اس وبي. الدور الثالث فيه 3 شقق اللي هي اس بي دي. الدور الرابع فيه 4 شقق اللي هي اس بي دي اف. بس. وقلنا بكل بساطه ان الاس بزيرو ما فيهوش اوض، البي ب1، الدي ب2 والاف ب3. بس دي كانت حاجه ثانيه اسمها سبسيدينري كوانتم نمبر. بعد كده دخلنا على حاجه اسمها الماجنتيك كوانتم نمبر. الماجنتيك كوانتم نمبر ان قلنا اللي هو عباره عن من سالب ال ل ال، من سالب ال ل ال. فقلنا اول حاجه ان الاس بزيرو، فمن سالب ال ل اللي هو من سالب 0 ل 0 هو حاجه واحده بس اللي هي بزيرو، فهيكون في كام اوضه؟ هيكون في اوضه واحده بس. او نغير اللون بتاع الاوض، خليه مثلا اخضر كده، هيكون في اوضه واحده اهو. نمسك البرنسبل رقم 2، الاس كان فيه اوضه واحده، البي ب1، يبقى من سالب 1 ل 1 اللي هي من سالب ال ل ال، يبقى في كام اوضه؟ سالب 1 0 1، يبقى في كام اوضه؟ 3 اوض. ركز معايا، يبقى في 3 اوض، يبقى البي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 اوض. اللي في النص هو الزيرو، وهنا ماينس 1 وهنا ال1. بعد كده قلنا الدي ب2، الدي ب2 عايزين نعرف الدي فيه كام اوضه، فهنقول كده من ماينس 2 ل 2، ماينس 2 ماينس 1 0 1 2، يبقى في كام اوضه؟ 5 اوض بكل بساطه. يبقى كده انت عندك الاس هنا باوضه واحده، البي هنا ب3 اوض، والدي هنا فيها 5 اوض 1 2 3 4 5. جميل جدا. هنخش على رابع برنسبل في اس بي دي اف. الاس باوضه واحده، البي ب3 اوض، الدي ب5 اوض 1 2 3 4، والاف فيها كام اوضه؟ قلنا الاف ب3، يعني ماينس 3 ل 3، ماينس 3 ماينس 2 ماينس 1 0 1 2
3 يبقى في كام اوضه؟ في 7 اوض. ده الاف بكل بساطه. الاف اهو 1 2 3 4 5 6. ده كده بكل بساطه، ده كل اللي احنا قلناه كده بكل بساطه، ده كده بكل بساطه كل اللي احنا قلناه. بس كده، ده كده برنسبل كوانتم نمبر، سبسيدينري كوانتم نمبر، ماجنتيك كوانتم نمبر. الماجنتيك كوانتم نمبر بنرمز لها بالرمز ال. الماجنتيك السبسيدينري كوانتم نمبر بنرمز لها بالرمز ال. الماجنتيك كوانتم نمبر بنرمز لها بالرمز ام ال. ده الماجنتيك كوانتم نمبر. ماشي، في حاجه بقى، اخر حاجه تافهه وبسيطه قوي. اسمها ايه؟ اسمها سبين كوانتم نمبر. سبين كوانتم نمبر هو عايز يعرفك ان الالكترون نايم ازاي على السرير، نايم راسه كده ولا راسه كده. فبكل بساطه قال لك ان الاوضه الواحده، ده كده السرير اهو، فبيكون فيها نايم اتنين. اي اوضه بيكون فيها نايم ايه؟ اتنين. اي اوربيتال بيكون فيه نايم فيه الكترونين. بس قال لك معلومه مهمه جدا، لازم التو الكترون دول يكونوا عكس بعض، ما ينفعش يكونوا مع بعض. قال لك ليه؟ قال لك بكل بساطه ان الالكترون دوت بيطلع ماجنتيك فيلد، بيطلع كده ايه زي قوه مغناطيسيه. فانا لو حطيتهم مع بعض كده، فهتلاقي ان ده ما يجي يلف هيلف كده، وده ما يجي يلف هيلف كده، الاثنين هيجتمعوا مع بعض فيطلعوا قوه رهيبه، فهتكون الاوربيتال انستيبل. جميل. طب لو عكس بعض، هتلاقي ان ده بيلف كده وده بيلف كده، فهتلاقي الاثنين عكس بعض فهيلاشوا بعض ومش هيكون في اي حاجه للذره، هتكون الذره ستيبل. يبقى عشان كده بنحط التو الكترون عكس بعض. هو ده كده السبين كوانتم نمبر. قال لك لو السهم باصص لفوق بيكون ببوزيتيف، لو السهم باصص لتحت بيكون بنيجاتيف. السهم باصص لفوق بيكون بوزيتيف، السهم باصص لتحت بيكون نيجاتيف. ده كده السبين كوانتم نمبر كل حاجه فيه. تعالوا بقى نرجع الصفحه اللي فاتت كده. انت عندك هنا فاكرين البرنسبل كوانتم نمبر الاول كان بيتملي بكام الكترون؟ ان 2 ان باور 2، فهيكون بيتملي ب 2 الكترون. طب 2 الكترون دول اللي هم اني؟ قال لك احنا مش قلنا في السبين كوانتم نمبر اي اوربيتال بيكون فيه الكترونين، فالكترون هيكون كده والكترون هيكون كده، واحد لفوق وواحد لتحت. عشان كده الاول بس بنقول اللي هو بيتملي باثنين بس. وصلت؟ وصلت. الثاني الاس هيتملي باثنين، البي هيتملي ب 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 و2 هيكون 8. عشان كده بنقول ان الثاني بيتملي ب 8 الكترون. وهكذا هتلاقي ان الاس هنا بيتملي فيه 2، البي هنا فيه 6، والدي هنا فيه 10، هيطلعوا في الاخر 18، اللي هم هنا 8 وهنا 10، هيطلعوا في الاخر 18. هنا برضو هتجمعهم 2 وهنا 6 وهنا 10 وهنا 14، هيطلع في الاخر هنا 32. عشان كده بنقول ان البرنسبل كوانتم نمبر الاول ب 2، الثاني ب 8، الثالث ب 18، الرابع ب 32. ده كده كل الكوانتم نمبر اللي قدامك ده هو ملخص الكوانتم نمبر كله. بس في ملحوظه بس كده ما قلتهاش في الماجنتيك كوانتم نمبر. قال لك الماجنتيك كوانتم نمبر عباره عن ايه؟ الماجنتيك كوانتم نمبر قلنا مثلا عندك الاس. الاس بيكون فيها كام اوضه؟ بيكون فيها اوضه واحده اللي هي بزيرو. ممتاز. قال لك ان شكلها بيكون دوريه كده، والكلام ده احنا عارفينه. تعالى بقى للبي. البي بيكون فيها كام اوضه؟ انت لو نسيت عدد الاوض بتاعت البي اللي هي 3، هتروح تقول ان البي دي عباره عن ايه؟ البي دي ال بتاعتها ب 1، والماجنتيك كوانتم نمبر من سالب ال ل يبقى سالب ال وزيرو ال، فهتطلع ان البي فيه 3 اوض هتكتشفها بكده. لو انت نسيت يعني كام اوضه، يبقى ده كده عندك الاوربيتال فيها 3 اوربيتال. الاول بي اكس بي واي بي زد، سمى لك الاول بي اكس بي واي بي زد، بي اكس بي واي بي زد. قال لك ان الاوربيتال او شكل الالكترون في الاوربيتال ده بيكون كده دائري، بيكون شبه الكمثرى. الالكترون بيجي يجري كده، يقوم جاي كده، يجري كده، يقوم جاي كده. في كل دي بيجري فيها الكترون واحد بس. ده كده شكل الالكترون، لازم تعرفه. بس اعرف ان شكل الالكترون بتاع البي بيكون شكله كده. بس ده كده بكل بساطه كل الماجنتيك كوانتم نمبر. نرجع تاني. يبقى ده كده كل الكوانتم نمبر عندنا، كل المعلومات، وقلنا كل حاجه. حصه جميله ولذيذه وسهله، لازم تذاكرها في نفس الوقت النهارده وتحل عليها اسئله كتير.
ولو في برضو اي اسئله ابعتوا لي على ارقامي، وربنا معاكم ويوفقكم وتحققوا كل احلامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.